سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم باش نكمل معاكم الجزء الثالث تاع قضية رمضان. ان شاء الله هيكون فيديو مفيد لكم. ما قبل ما نشوفوا الفيديو راح نشوفوا مقتطفات وصور تاع عيد ميلاد صاحبتي، ان شاء الله نتمنى لها طول العمر، وان شاء الله يعجبكم العيد ميلاد ويعجبكم الفيديو. وما تنسونيش بالجيم والكومنتير، وما تنسونيش بالسبسكرايب ميرسي. المرة هذه بازيت على الحوايج تاع التحليات. شريت البودوار اللي باش ندير به التيراميسو، شريت اللحظة، وشريت الشوكولا شوكولا اتارتيني، وشريت شوكولا دو غلاساج. سمعت انه التاج ملاحة، حبيت نشري منها ونعطيكم رأيي فيها. والحاجة اللي نحبها او شوكولا اللي انا نحبها هي المارجرين، حتى هي شريت منها زوز. وشريت المارجرين هذه الشوكولاتة اتارتيني العادية تاع البندق، وشريت الاخرى اللي جاية فيها نوازيت المكسرة. وباش نفوت المزهر شريت هذا تاع زهرة البرتقال، هايل قوي وريحته تهبل ويمد ياسر مليح، مش كيما المزهر اللي مالفين يستعملوه هذاك العادي، لا المزهر هذا بالتحديد ياسر مليح. شريت هذا زيتون اسود تاع الكيلو، وشريت الصابون كان اوفر تاع 3 صابونات مع بعضهم، مانيش شافيه على البري، كيف اوفر تاع لي لانجات 3 مع بعضهم. لي زوفر يا جماعه كثروا منهم، لي زوفر ياسر ملاح ويقعدوا لكم لفتره اطول. كملت الحوايج تاع طاجين الحلو، شريت الزبيب وشريت البرقوق، وكملت شويه شريت حوالي اقل بشوي من رطل او رطل تاع اللوز هذا اللي منقي الواجد باش نرحيه ونعمل منه شبه صفرة ان شاء الله. لكن كنا من الاحياء قبل رمضان، ان شاء الله نحط لكم الوصفه تاعو. وشريت كيلو تاع لوز عادي بقشورو، وكيلو تاع زوز لصهريات تاع رمضان ولا للعيد، ان شاء الله نخبي منه شويه للعيد، نديروا منه حلويات ان شاء الله تاع العيد. وشريت الزبدة، كملت 2 كيلو تاع الزبدة، حتى هما لا استعملتهم في رمضان، استعملتهم انا ما استعملتهمش، راح نزيد تحتهم نخليهم للعيد. حوايج اظن يعني حوايج راح تسحقيهم ديما، نكثروا منهم كيما شفتوا معايا. كل مرة نشري فيها القضية تاع رمضان نشري معاها الزبدة، بس حاجة راح نستعملها في التحليات، وراح نستعملها في الاكل تاع كل يوم، وراح نستعملها ان شاء الله في الحلوى تاع العيد. يعني نورمال كي تشري منها واصلا راح تبقى لك حتى بعد رمضان، راح تكملي وتستعملها عادي. الفاني تاع المرجان ياسر مليحه، طيح كونتيتي ياسر كبيره والبري تاعها مليح. الكريم ديسير تاع الفانواز شريت منه 3 كو، شريت الكراميل وشريت الشوكولا وشريت الفاني، يعني البيزك ولا ليغو بازيك اللي راح نخدموا بيهم وراح نستعملوهم كل يوم. والكاكاو شريت منها 2 باكي.
و هذوما هما الحوايج اللي جيتهم للتحليات. الصابون البلدي الغني عن التعريف، بيان سور راح نشريه وراح نسحقه ديما. تعرفوا نحن المغرب العربي معروفين بالصابون البلدي في الحمام تاعنا. ولهنا راح نوصلوا للمنتجات اللي حبيت نحكي عليهم اليوم، منتجات بيكسول. انا استعملت منهم 2 أو 3 منتجات لحد الان، منتجات اكثر من رائعه. حبيت ياسر الديتاشون هذا تاعهم الترا وايت كولر، في يخدم على القش الابيض والقش الملون، يعني ياسر مليح. انا شخصيا استعملته، ديتاشون ياسر قوي واسعارهم ياسر مليحه. جيل كيف جيل بيكسول ملتي يوزاج، يعني راح تستعمليه لكلش، تستعمليه حرفيا لاي حاجه، لافيسيل، للقش، للارضيات، اي حاجه راح تقدري تستعملي فيها لو جيل ملتي يوزاج تاعهم ياسر مليح. وفي كونتيتي مليحه، فيها حوالي 500 غرام. والحاجة اللي نعشقها ونموت عليها في منتجات بيكسول هي اللافتو يا جماعة، ياسر مليح. اول حاجة هو منتج ناتوريل، يعني ماهوش راح يضركم، ماهوش راح يضر لكم ايديكم، ماهوش راح يضر لكم الجهاز التنفسي تاعكم، كيما لو جافيل وكيما الفورس اكسبريس فور اللي رانا نستعملوا فيه، ياسر مضر. اللافتو تقدر تستعمليه في اي حاجة، سانفون ليكيد تقدر تستعمليه للملابس تاعك، تقدر تستعمليه لافيسيل، للدوش، للبقع، الارضيات، اي حاجه تقدر تستعملي فيها لافتو. منتج ناتوريل 100%، يعني مهما راح تستعمليه ومهما تغسلي به ماهوش راح يضرك. ياسر مليح للدهون يا جماعه. انا اي حاجه تعود فيها دهون، كما المقله، كما لاكوكوت، كما الكويزينير، انا استغناء تام على الفورس اكسبريس فور. تعرفوا قداش قوي وقداش مليح. اما انا لقيت نتيجه مع لافتو خير وخير. نحطو ميم با نمسح برك، كل شيء يتنحى وكل شيء يطير. وصدقوني يعني الحاجة الناتوريل تبقى ديما خير وخير، الحاجة اللي ما تضركش واللي تحافظ على صحتك بها، تحافظي على جهازك التنفسي، تحافظي على ايدك. هذه الحاجة اللي ياسر جسمك راح يكون ممتن ليك لانك استعملتي حاجة زي هك. نتمنى انكم تستعملوا منتجات بيكسول، وان شاء الله تكتبوا لي كومنتير وتعطوني رايكم فيهم، واللي استعملوهم يقولوا لي في كومنتير وفيه فادوهم وفيه استعملوهم ولقوا نتيجه ياسر ملاحه. وان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم عجبكم، وتنسونيش بالسبسكرايب وبالتعليقات، ونتمنى لكم بلوغ رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والهنا، وفي امان الله.